اول صفقات الزمالك اللي تمت بشكل رسمي اللي هو محمود بنتايج الباك ليفت اللي الزمالك تعاقد معاه من النادي الفرنسي موسم اعاره بنيه البيع. ده طبعا هيحل محل احمد فتوح ان شاء الله في بطوله السوبر، ودي اول صفقه خلصت في نادي الزمالك رسميا 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 خلاص، واللاعب هينتظم في المعسكر من اول يوم السبت في اسكندريه في استاد برج العرب. الزمالك دلوقتي بيفكر في صفقة صديق أجولة، وإن شاء الله الصفقة تتم. طبعا لاعب كويس، لو جه للزمالك هيبقى مكسب كبير جدا جدا جدا، ولاعب بشهادة كل النقاد وكل الجماهير وكل المحللين. لاعب هيكون ليه مستقبل عالي قوي، لاعب خفيف، لاعب عنده رؤية في الملعب، سريع وسنه صغير، فلاعب ان شاء الله يكون اضافه قويه لنادي الزمالك. وده الكلام اللي اكده المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ان صديق جوله ان شاء الله يكون تاني صفقات نادي الزمالك. وطبعا كلنا عارفين ان صفقه البركاوي خلاص فشلت، وده طبعا فشل ذريع من مجلس اداره نادي الزمالك اللي مش عارف يكتم ولا على صفقه. يعني كل حاجه كل واحد ليه صاحبه في الاعلام يطلع من هم اعضاء مجلس اداره الزمالك يطلع يقول له خد الصفق ده ومش عارف ايه، عشان ما هو بيطلع معاه في البرنامج والكلام معروف هو رايح لمين. الناس اللي مخرجه كل اسرار الفرقه، يعني اي حد في الدنيا بيحب يداري على اسراره، يعني حتى يا اخي يداري على الصفقه لحد اما تتم، لا الناس اللي عماله تطلع اسرار الفرقه وكل الصفقات دلوقتي. بالليل تلاقي اللاعب في الزمالك، الصبح تلاقي الصفقه فشلت. ففشل ذريع من مجلس حسين لبيب بالكامل. هم فاشلين فاشلين، ولكن الواحد لما هيدعم مش بيدعم عشانكم اولا. يعني لو دعمت هذا المجلس مش بدعم هذا المجلس عشان خاطره، انا بحب نادي الزمالك، واي حد ماسك نادي الزمالك او اي حد بيلعب في نادي الزمالك او اي حد بيدرب نادي الزمالك انا هدعمه، لان نعم للاستقرار. فاحنا دلوقتي واقفين ورا يعني النادي، مش واقفين وراكم انتوا. فان شاء الله الايام اللي جايه تقدروا تعملوا حاجه تفرح جماهير نادي الزمالك. يعني الكيد فاتح، يعني كده الصفقات فاتح بقاله اكتر من شهر، مش عارفين تتعاقدوا حتى الان الا مع لاعب وبعض اللعيبه اللي رجعت من الاعاره. ففشل ذريع جدا من مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن هنستنى للاخر. طبعا القيد اتمد لحد يوم 12، ودي يعني جت نجده يعني ليكم، لان كان هيبقى اخر يوم بكره في القيد اللي هيشارك في السوبر الافريقي، وانت طبعا ما كنتش لسه سجلت ولا لاعب، وبعد اللعيبه اللي مشيت دي وكل الكلام ده، فكان هيبقى في ازمه يعني حقيقيه في نادي الزمالك. فطبعا كلنا عارفين ان رؤى خلاص يعني مشي من نادي الزمالك، بالاضافه الى اوباما وياسر حمد ومحمود علاء. فنادي الزمالك الفتره اللي جايه لازم يعني الجمهور مش هيرضى الا بصفقات سوبر تيجي تقدر تشيل الفرقه، لان عندنا موسم صعب جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين النهارده بشكل رسمي اترفع من على سيستم الفيفا ايقاف نادي الزمالك من القيد خلاص، والزمالك اصبح يحق ليه تسجيل اي لاعب، واصبح ما عندهوش اي مشكله لدى الفيفا. نتمنى نبدا صفحه جديده نقدر نتعاقد مع لعيبه ما تكلفش خزينه النادي، واللاعب اللي هيكون مش موفق في نادي الزمالك زي سامسون دلوقتي اللي الزمالك المدير الفني طالب برحيله. فطبعا الزمالك بيفكر كويس في الموضوع ده، لان اتقرصوا خلاص، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. فيعني المجلس في الموقف ده بيتصرف صح، لان مش هينفع يعملوا غير كده. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك في الايام اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله الايام القادمه هيكون في اخبار مفرحه وسعيده لكل جماهير نادي الزمالك.